هتعمل ايه لو دخلت على ناس لقيتهم بياكلوا كبسة بالسحلية وبيبلعوا بطبق شرب عايم في كام حلزونة كده يفتحوا النفس؟ خلينا متفقين ان الاكلات دي ممكن تكون غريبة بالنسبة لك، لكنها بتعتبر اكلات مشهورة في كتير من الدول العربية. بس يا ترى ايه اللي يخلي حد ياكل جراد وحشرات ويشرب حاجات غريبة زي دي؟ قبل ما اجاوبك على سؤالك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو انت على يوتيوب، ولو على فيسبوك اعمل لايك وشير. خلينا نبدأ رحلتنا من العراق، بالتحديد بغداد. بغداد مدينة كبيرة ليها تاريخ عريق في الأكل، ولو جيت بقى تدور في تاريخها هتلاقي إنهم متعودين على أكل الجراد من سنين. والجراد حشرة طايرة من سلالة الجنادب، بتتغذى على النباتات والزرع، وفي نفس الوقت طعمها شبه طعم الخضار أو القمح الأخضر. يعني زي ما تقول كده قرروا ياكلوها عشان يتخلصوا منها بدل ما هي بتاكل في الزرع بتاعهم. وبما إننا دخلنا دول الخليج فأنت أكيد عارف إن الكبسة من أشهر الأكلات في السعودية والكويت. بس المفاجأة إن كبسة الجراد ليها محبين كتير قوي هناك. تخيل الكبسة بدل ما تلاقي عليها لحمة تلاقي عليها جراد مسلوق مع شوية بهارات. ولو كنت محظوظ بقى هيتحط لك أنثى الجراد، ودي بيكون لونها زهري وفيها بيض كتير، وده اللي بيخلي طعمها أحلى، عكس الذكر بيكون أصغر ولونه أصفر. أما بقى لو ملكش في الحشرات يبقى ندخل على كبسة الجربوع. والجربوع حيوان شبه الفار كده بس أكبر وأسرع، بيجري وبينط زي الكنغر وشكله زي ما انت شايف كده. بس بعض الناس قرروا يسلخوه وينضفوه وياكلوه مع الكبسة زي اللحمة والفراخ بالظبط. وزي ما في كبسة الجراد والجربوع، ما تستغربش لما تعرف ان في كبسة الضب. ولو ما تعرفهوش، ده يا عزيزي شبه السحلية كده من فصيلة الحرذونيات، بيعيش في الصحراء. ومن المعروف عنه انه بيحفر جحر قريب من سطح الارض، عشان كده بيكون سهل اصطياده لما يغرقوا الجحر ده بالمية، وبالتالي يطلع الضب ويبقى مصيره على طبق الكبسة. ومن مطبخ الخليج لشوارع مصر، وزي ما كلنا عارفين ان المصريين مش بيسيبوا حتة في الخروف غير لما يعملوا منها أكلة ما حصلتش، سواء بقى لحمة أو عين أو لسان أو مخ أو ديل، وحتى الأحشاء والمعدة. والحقيقة إن أكل أحشاء الخروف أو الذبيحة بشكل عام دي حاجة مشهورة كمان في الوطن العربي كله، لكن بطرق وأسماء مختلفة، زي الباجة في الكويت والعراق والشخاتير في فلسطين، وبتعتبر كمان من الأكلات العتيقة عندهم. ولو هنجيب سيرة الأكلات العتيقة يبقى مفيش أقدم من حضارة 7000 سنة، واللي ورثت المصريين قنبلة موقوتة اسمها الفسيخ. وعشان تحضر الفسيخ فأنت محتاج سمك بوري مع شوية ملح خشن وحبة صبر عشان تسيبهم 15 يوم لغاية ما يتملح السمك، أو بمعنى أصح يتعفن. وبعد كل ده أكيد هتحتاج تبلع. إيه رأيك تروح المغرب تشرب شوربة الحلزون؟ ولو ما تعرفش شوربة الحلزون، دي أكلة مشهورة جدا في الشارع المغربي وليها أسامي تانية زي الغلالة أو الببوش، وعبارة عن حلزون مغلي في شوربة وعليه كمون وجنزبيل وفلفل حار. أكيد دلوقتي بتسأل إيه اللي يخلي حد ياكل الحاجات دي وتبقى كمان من أكلاته المفضلة؟ بعض الأكلات دي بيكون ليها فوائد صحية، يعني مثلا الحلزون والجراد فيهم كولاجين وبروتينات ودهون وفيتامينات ومعادن بنسبة عالية الجسم بيكون محتاجها. لكن باقي الأكلات الغريبة معظمها توارثتها الشعوب والأجيال، وبقت من الأكلات الشعبية المشهورة بسبب طعمها اللذيذ حتى لو ملهاش فوائد. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، ولو مش عارف اسمع من عارف.